صباح الخير عليكم احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. اول حاجه كده، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه موسم عاشوراء. طبعا انتوا عارفين موسم عاشوراء ده من الايام المحببه على قلبنا كلنا يعني، وان احنا بنحب ان بنبقى صايمين كمان فيه. النهارده بقى ان شاء الله صايمين، النهارده تسوعة وبكره عاشوراء باذن الله. ربنا يقدركم جميعا كده. صوابه طبعا انتوا عارفين كبير جدا. طبعا زي ما انتوا شايفين بقى هنعمل مع بعض النهاردة العاشورة النهاردة بتاعتنا هتبقى معاكم سهلة وبسيطة. وفي نفس الوقت بقى حاجة كده تفرحي بها بيتك بقى وولادك وجيرانك. دي من الحاجات المفضلة بصراحة عندنا كلنا، كل سنة كده بنحب نعمل العاشورة. بتبقى ليها فرحة كده وحاجة جميلة بصراحة. زي ما انتوا شايفين بقى كده معانا القمح. القمح ده احنا طبعا بيبقى موجود عندنا، ولو مش موجود عندك متوفر في البيت برضو بتلاقيه موجود عند العطار. يعني بتروح عند العطار وتجيبي منه الكمية اللي انت عايزاها. طبعا القمح ده من الحاجات اللي هي المفيدة جدا. بصراحة كله عناصر غذائية. يعني بصوا بقى، مكمل غذائي كده من الآخر، حاجة كده مفيدة جدا جدا. طبعا احنا القمح بتاعنا ده احنا مسكناه بقى نقناه كويس جدا، وشلنا منه اي شوائب او اي ترابه او اي حاجه كانت موجوده فيه. انا طبعا مسكته غسلته قوي قوي. زي ما انتم شايفين كده، خليت الميه بتاعته خلاص كده تمام، يعني تحس ان الميه بتاعته خلاص رقت كده. ما فيهاش اي حاجه معكراها، يبقى كده معاك القمح بتاعتك تمام. وكده ايه جاهزه خلاص بقى ان انت تنقعيها. طبعا احنا بننقع القمح بتاعنا ده حوالي 4 ساعات. على حسب بقى الجو بتاعنا، يعني مثلا في الحر ده مثلا 4 ساعات، 5 ساعات على حسب يعني. طبعا انا كده بعد ما نقعته الوقت اللي قلت لكم عليه، معايا بقى القمح بتاعي بقى بالشكل ده. طبعا الحبايه بتاعته بتزيد، وتحس ان هي الحبايه بدات تبيض شويه، وتحس ان هي فتحت حبه. وبقت طريه بقى معايا. يعني زي ما انتم شايفين كده، تحس لما تتك على الحبايه تلاقيها بقت طريه شويه. طبعا القمحه بتاعتي خلاص كده تمام. زي ما انتم شايفينها اهي. هبدا بقى ان انا اخدها، اصفي من عليها الميه دي. وهجيب بقى حاجة تانية بقى ان انا هسوي فيها القمحة دي. وانا معايا بقى الحلة بتاعتي جهزتها، وهصفي بقى المية من على القمحة، وانزل بقى ايه بالقمحة كده في الحلة. بصوا بقى، يعني القمحة ده بصوا ما بياخدش وقت خالص، يعني مجرد ما بتحطيه على النار خلاص، يعني لانه هو اصلا انت بلاه من قبلها بفترة. فما بياخدش معاكي وقت خالص سليق على النار. معايا بقى زي ما انتم شايفين كده، انا نزلت بالكميه كلها اللي معايا، وهنزل بقى بالميه ايه عليها. انا طبعا الميه يعني المقدار بتاع الميه ان انا إيه هبقى مغطساها قوي بالميه، وهبقى مزوده عليها شويه كمان بحيث ان هي تشرب الميه، والحبايه تبدا ان هي تكبر معاكي شويه وتفتح. وفي نفس الوقت القمحه دي هتشرب كل الميه، بحيث ان ما يبقاش معايا ميه خلاص مستويه خلاص تمام، ما يبقاش فيها اي ميه تانية. هي كده خلاص تمام جاهزه. هغطيها بقى كده، وهبدأ بقى ان انا اشغل البوتاجاز، وهحط بقى عليه القمحة بتاعتي، واحطها بقى على النار. تبدأ بقى تغلي معايا، لما تغلي شوية ابدأ اهدي عليها النار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده على نار هادية، تستوي بقى براحتها كده، والحباية تبدأ ان هي تزيد، وتبدأ المية بقى تقل حبة بحبة لحد ما احس ان هي اتشربت المية بتاعتها وبقت تمام كده. يعني هي خلاص كده يعتبر استوت. بس انا هسيبها شويه على نار هاديه بحيث ان هي تشرب الميه اللي فيها كلها، بحيث ان هي مبقاش فيها ميه خلاص. زي ما انتم شايفين بقى كده خلاص هي استوت، وبقت الحبايه تمام قوي، والحبايه كمان فتحت وبقت مستويه تمام كده بالشكل ده. خلاص كده بقت تمام معايا. هسيبها بقى تبرد شويه بحيث ان هي ما تبقاش سخنه قوي. لان طبعا الخطوه الجايه بعد كده ان انا هاخدها بقى على الخلاط. افرمها في الخلاط فرمه حلوه كده. يعني هي مش هتبقى مفرومه قوي للدرجه النهائيه، لا، بس هي هتبقى الحب بتاعها هيبدا ان هو يتكسر شويه. هيبقى فيها ساعات هتلاقي حب سليم حب مفروم، مش هتبقى كلها مفرومه درجه واحده. فهبدا بقى افرمها فرمه حلوه كده واجيلكم. طبعا هي ده شكلها بعد ما اتفرمت في الخلاط بالشكل ده، سواء تعملها بقى في الخلاط او في الكبه عادي يعني المتاح عندك. بقت تمام كده بالشكل ده.
هي ما شاء الله لما بتعمليها وبتتسلق بترمي معاكي كميه برضو حلوه قوي. هبدا بقى ان انا اخدها طبعا احطها في حله اوسع شويه. كده بقى انا هنزل بقى باللبن عليها كده بعد ما فرمتها حطيتها في الحله، وهنزل بقى باللبن عليها. انا استخدمت للكميه دي حوالي رتل ونص لبن. زي ما انتم شايفين بقى كده انا نزلت باللبن. هبدا بقى اقلب كله مع بعضه كده بحيث ان انا افككها شويه. ده كله هيبقى على البارد الاول. معايا بقى طبعا كميه السكر. السكر طبعا الكميه اللي انت عايزاها زي ما انت حابه بقى، حباها سكرها يعني عالي شويه سكرها قليل، ده براحتك يعني. طبعا هنزل بقى بفانيليا سواء سايله او برضو فانيليا ظرفة عادي مفيش مشكله. طبعا بقى هبدا اقلب السكر بقى مع الفانيليا مع اللبن. هقلب كله مع بعضه كده تقليبه كويسه بحيث ان انا ادوب السكر كله الاول. طبعا بقى هبدا اخدها على النار، ارفعها بقى على النار واقلب برضو فيها شويه كده بحيث ان انا ايه خلاص السكر بقى تمام كده داب خلاص. وايديا برضو فيها على طول بحيث ان هي ما تلزقش معايا، لان طبعا بيبقى اللبن مع السكر مع الكلام ده كله ممكن يلزق معايا. خصوصا مثلا دي حله برضو صاج ما بتبقاش يعني ايه مش زي الالومنيا والكلام ده، لا الصاج بتحس ان هو ممكن يلسع معاكي بسرعه لو ايديكي مش مع الحاجه كده بالتقليب. معايا بقى هنا قشطه. القشطه دي ببقى مفرزاها، يعني دايما ببقى حابه ان انا افرز القشطه في الفريزر بحيث ان انا ساعات ممكن اعمل اي اكله مثلا بتحب ان انت تحط فيها قشطه والكلام ده، فبتبقى متوفره عندي موجوده. تعملي بقى رز معمر، تعملي اي حاجه محتاجه ان انت تحطي فيها قشطه فبتنفع بصراحه في الوقت ده. طبعا نزلت بالقشطه اللي انتوا شايفينها دي بتدي برضو طعم حلو قوي قوي للعاشوره. وتبقى طعمها جميل جدا بصراحه. معايا طبعا بقى هنا كوبايه لبن، ومعايا هنا نشا ذره. طبعا بقى النشا انا هدوبه في اللبن ده. هو بصراحه الكميه دي خدت معايا كيس النشا ده. هو ما بيبقاش كبير يعني بصراحه، يعني هو بيبقى حوالي 4 معالق. طبعا هنا بقى العاشوره بتاعتي بدات ان هي تغلي هي باللبن بقى والسكر والكلام ده كله، احنا طبعا ايدينا فيها على طول. معايا بقى النشا بعد ما دوبته في اللبن هنزل بقى ايه بيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هنزل بيه بقى وايديا ايه برضو التقليب مستمر معايا. هقلب بقى باستمرار بحيث ان انا ايه يبقى كله كتله واحده ميبقاش فيها حاجه مكلكعه ولا اي حاجه، لحد ما احس بقى ان انا وصلت خلاص للقوام اللي انا عايزاه. كده بقى خلاص بعد ما القوام خلاص كده تقل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله يعني مش عايزه اقول لكم على الريحه بتاعتها كانت عامله ايه، يعني بصراحه كانت حلوه قوي والطعم جميل جدا، وفي نفس الوقت قيمه غذائيه عاليه جدا جدا. يعني احنا المفروض اصلا نعملها على طول، مش شرط ان هي في مناسبه عاشوراء بس، لا احنا المفروض نعملها على طول لاولادنا لان هي فعلا القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه جدا. طبعا بقى انا هنا هبدا اغرف الاطباق بتاعتي. بتحطي بقى في الاطباق الكميه اللي انت عايزاها وتوزعي في الاطباق كلها ايه العاشوراء بتاعتنا اهي. طبعا بقى انا هكمل الكميه عشان ما اطولش عليكم. هكمل كميه الاطباق اللي عندي كلها وبعد كده ايه ارجع لكم. زي ما انتم شايفين بقى ما شاء الله عملت كميه حلوه جدا. كده انا غرفت الاطباق بتاعتي كلها. هبدا بقى ان انا ايه ازوق الاطباق بقى دي باي حاجه موجوده عندك. انا كان عندي زبيب وعندي جوز الهند. طبعا انا يعني هزوق بقى الوش بتاعها كده عشان تدينا برضو شكل حلو كده وطعم حلو. طبعا بقى الزواق بقى ده زي ما انت عايزه، يعني ده اللي يريحك، يعني الحاجه اللي انت حباها بتحطيها. سواء بقى اي مكسرات عندك موجوده متاحه بتحطيها على الوش. مش عايزه تحطي عليها اي حاجه ده برضو عادي براحتك، دي حاجه اختياري. ممكن تحطي عليها ممكن ما تحطيش زي ما انت حابه يعني، وولادك برضو بيحبوه، يعني في ناس مثلا ما بتحبش الزبيب، في ناس بتحبش جوز الهند كده، يعني الحاجه المتاحه عندك واللي متوفره واللي انتوا بتحبوها دي اللي انت بتحطيها. وفي نفس الوقت بقى ده يعني الزواق ده بيديها شكل برضو حلو كده وحاجه تفتح النفس، لان طبعا احنا عنينا بتاكل قبل بقنا يعني. فالشكل ده برضو بيبقى ليه وضع تاني بصراحه.
هبدأ بقى ان انا احط بقى انا حطيت كده جوزة الهند، هبدأ احط عليها بقى الزبيب. بتوزعي كده عليها بسرعة بسرعة كده. بصراحة هي ما خدتش وقت خالص، وكانت في نفس الوقت بقى حاجة كده جميلة، وحاجة بالنسبة لينا يعتبر ما بنعملهاش برضو غير كل فترة طويلة، فبتبقى حاجة كويسة بصراحة يعني. كده بقى انا خلصت الكمية كلها اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله عملت كمية كبيرة جدا من الاطباق، بقت جاهزة بقى معايا اهي. طبعا بقى انا كده يعتبر خلصت الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب تكون الطريقة بتاعتنا عجبتكم، ويكون الوصفة سهلة بالنسبة لكم، ويا رب كده يعود عليكم الايام بخير، ونشوفكم كده في احسن حال واحسن صحة. وندعي برضو لطلبة الثانوية العامة ان ربنا يوفقهم، وربنا يكبر بخاطرهم وينجحهم كده يا رب، وما يضيعش تعب حد. لان فعلا الايام دي بتبقى يعني صعبة قوي، بالذات الثانوية العامة بتبقى فعلا سنة طويلة جدا على الطلبة، فربنا يكبر بخاطرهم يا رب. وان شاء الله نسمع كده قريب اخبار كده حلوة مفرحة كده عنهم، واشوفكم كده على خير، ويعود عليكم الايام بخير يا رب، واحلى عيله واحلى ناس. اهم حاجه ما تنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب للقناه، ويا ريت بقى تحطوا كومنت حلو كده ايه يشجعنا، وان احنا نكمل مع بعض. واشوفكم على خير وفي احسن حال، ومع الف سلامه.